فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. غفر الله لنا ولأمواتنا ولشهدائنا الأبرار. هدية الفاتحة. Sospas Barisan dalam hal ini aman dan lebih goyang akan sisikan bagi untuk sini Wahai kaca ini aman di persesni division perpustakaan lelayan awal jaza sejaji bahkan. Sospas Desahos. Kaca ini memiliki representan dalam awal jasa sejaji bahkan.
والآن نتفضل سماحة السيد أمان حكيم رئيس تحالف العراقيون لإلقاء الكلمات مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السادة الأفاضل، القادة السياسيين، الحضور، النخب السياسية والمجتمعية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نتذكر جميعا كيف وقف الرئيس العراقي الأسبق والزعيم الكردي الراحل مام جلال طلباني قبل أكثر من عقد من الزمن في العاصمة بغداد في يوم الشهيد العراقي، وفي احتفالية ذكرى شهيد المحراب الخالد، مخاطبا إياه بأبيات شاعر العرب الأكبر الجواهري، مرددا على الملأ: باق وأعمار الطغاة قصار، من سفر مجدك عاطر نوار، ليؤكد بوضوح عمق العلاقة الروحية بين الزعيمين الراحلين ونضالهما المشترك ضد الدكتاتورية والاستبداد، واستمرار تلك العلاقة وامتدادها. واليوم وبعد مرور عشرات السنين على هذه العلاقة التاريخية الوثيقة بين العرب والكرد، الشيعة والسنة، الجنوب والشمال، بين أسرة الإمام الحكيم وشعب كردستان، نقف اليوم هنا لنؤكد مرة أخرى على عمق تلك العلاقة من خلال تأبين شهيد المحراب الخالد واستذكار مواقف الراحل الكبير مام جلال الطالباني في السليمانية الحبيبة. نقف اليوم مرة أخرى لنقول بأننا معكم عربا وكردا في صف مشترك واحد وبنيان مرصوص محكم اسمه العراق. إنه بلدنا الذي ناضلنا وكافحنا من أجله، وامتزجت دماؤنا ودموعنا على أرضه. إنه وطننا الذي حلم وعمل قادتنا ورموزنا، وبذلوا أعمارهم لتحرير شعبه وإعلاء كلمته ورفع رايته عاليا. نقف لنجدد العهد والوعد بأن تبقى علاقتنا كما كان شهيد المحراب الخالد ومام جلال الكبير، علاقة أخوة ومحبة وأسرة واحدة باستشراف عميق وأهداف نبيلة وغايات مشتركة وطنية راسخة. فقد كنا ولا زلنا نعتقد بأن شعبنا الكردي الحبيب قد تحمل ما تحمل من أعباء التهميش والإقصاء والمظلومية والحرمان بفعل سياسات السلطات الجائرة على مدار تاريخ طويل وأليم، كما هي معاناة الشرائح والمكونات
والهويات الكبيرة الأخرى في الوطن العزيز، الذين اختلطت دماؤهم ومعاناتهم دفاعاً عن حقوق الكرد وعن العراقيين جميعاً بعزيمة وإصرار كبيرين، إيماناً منهم بوحدة العراق وحقوق شعبه، وأن قضيته واحدة غير قابلة للتجزئة، لا على أساس الدين والمذهب ولا على أسس القومية والتوجه والمعتقد. وقفوا ليقولوا ويؤكدوا بأن تاريخ وجغرافيا مكونات العراق كافة ومصائرهم ومآلاتهم واحدة، حاضرهم ومستقبلهم مترابط، وما يقع على أحدهم سيؤثر لا محالة على الآخرين، فلا سبيل أمامهم إلا أن يكونوا يدا واحدة في استيفاء حقوق المواطنة وبناء الدولة العراقية والأمة العراقية. إن الأمة العراقية في مشروعنا التاريخي هي تلك الأمة العظيمة التي تعي حضارتها وتاريخها المشترك، وتنظر إلى خصوصيات مكوناتها نظرة احترام وتقدير عاليين، وتغلب الهوية الوطنية والمصالح العليا لا على حساب خصوصياتها، بل على أساس موائمة تلك الخصوصيات وتنظيمها في الهوية الوطنية الجامعة بمعية شركائها في الوطن. إننا لا نكتفي بشعارات المساواة بين المكونات، بل نعتقد بضرورة إدارة تنوع أمتنا العراقية لصالح هويتنا الجامعة ودولتنا الواحدة. فنحن لا نرى في تنوع الأديان والطوائف والقوميات في بلادنا نقطة ضعف أو وهن، بل نرى هذا التنوع واحداً من أسباب قوة العراق وحيويته وسبيلاً إلى نجاحه ونهوضه. على العرب والكرد والتركمان، المسلمين والمسيحيين، الصابئة والإيزديين، الشيعة والسنة أن يشعروا بقوة هوياتهم في ظل قوة العراق وهوية شعبه الجامعة. علينا جميعاً عدم السماح بعودة سياسات التهميش والإقصاء وتمييز مكونات وعناوين على حساب أخرى، وعدم الاكتفاء بمطالب المساواة ورفع الحيز، وإنما يتجسد ذلك من خلال الانتقال إلى إدارة التنوع وبناء الأمة والهوية الوطنية الجامعة. إننا نريد للكرد ولغيره في العراق أن يعتز بوطنيته وعراقيته، لا من خلال تخليه عن زيه ولغته وقوميته، ولا بتنازله عن أعياده وأعرافه وتقاليده، بل من خلال مشتركاته الكبيرة مع شركائه في الوطن وفي التاريخ والمصير، وعبر مساهمته الحقيقية في صنع القرار وإدارة شؤون البلاد. الدول لا تبنى بالحساسيات والانفعالات ولا بالمصالح والمنافع الوقتية والضيقة لكل طرف فيها، إنما تبنى بالوحدة والتعاون والعمل والرؤية المشتركة. إن تجربة العمل المشترك بين شهيد المحراب وعزيز العراق والقيادات الكردية الوطنية في زمن المعارضة وبعدها شاهد وتأكيد على ما نقول. تعضده الرؤى
والمشاريع المتجددة والمتسقة مع متغيرات الحاضر ومتطلبات المستقبل. ندعو من جديد إلى صياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يضمن جميع مكونات العراق على حقوقهم المشروعة، ويرسم أمامهم الواجبات المطلوبة لبناء دولة عصرية عادلة مستقلة ومستقرة ومزدهرة. إن ترسيخ قيم الديمقراطية وإنضاج تجربتها الفتية تستدعي منا جميعا العمل الدؤوب على بناء مؤسسات الدولة وتقويتها لا إهمالها أو إضعافها. فقد شاهدنا جميعا كيف يمكن للإرهاب أن يستغل لحظات الضعف ليوجه ضرباته القاسية لجميع أجزاء الوطن، وكيف للضعف أن يجعل الخدمات متردية ومتراجعة وضاغطة على حياة المواطنين. إن نقاط الضعف هذه وغيرها لا تعالج إلا بقوة واحدة مجتمعة ومتعاونة ومتفقة، هي قوة الدولة، هي قوة الدولة بكافة مؤسساتها وتفرعاتها، قوة المركز والأطراف، قوة بغداد والمحافظات والإقليم معا، لا بانعزال أو عزل بعضهم عن البعض ولا بغلبة جزء على آخر. كما نكرر دعوتنا إلى ضرورة إعادة تنظيم الساحة السياسية من خلال تشكيل الرؤى وترسيم الخطاب والبوصلة تماما كما هي آليات العمل السياسي، وتنضيجه بما ينسجم مع متغيرات الظرف الراهن ومتطلبات المستقبل. علينا جميعا خلق مناخ متغير على ما نحن عليه لتحريك المياه الراكدة وتفعيل المصالح الوطنية المشتركة والتعاون على معالجة الاختلافات وحل الأزمات، لا من زاوية المكونات وحقوقها فحسب، بل ضمن معاملة جديدة هي المواطنة والوطنية، الدولة والأمة. من هنا دعونا إلى ضرورة إيجاد تحالفات عابرة للمكونات انتخابيا وسياسيا تضم مختلف المكونات في طياتها وتعبر عن احتياجاتهم ومطالبهم بمشاريع منسجمة ومتقاربة تتوحد وتتعاون ثم تنتصر وتحقق الغايات والمسؤوليات. أدعوكم أيها الأحبة من هنا من سليمانية النضال والصمود وجبال الشموخ والكرامة وذكريات إمام جلال ورفاقه إلى توفيق الوحدة والتعاون وتوحيد الجهود والرؤى وترسيم العلاقات التاريخية المشتركة لتحقيق جميع المطالب والتطلعات المشروعة معا، كما كان ينادي بها شهيد المحراب الخالد وعزيز العراق الراحل وقادتكم الأخيار الذين أنجزوا مشاريع الحرية والتحرر من الاستبداد وشيدوا أركان الديمقراطية والتعددية وحملوا مسؤولية بناء الدولة وهموم الأمة. لنمضي معا أيها الأحبة على بركة الله في سبل الخير وأطر العيش المشترك، ونحمل معا هم الوطن ومواطنيه من أجل إعلاء كلمة العراق ورايته نحو مستقبل جديد مستقل ومستقر ومزدهر. سلاما على شهداء العراق،
وشهداء الديكتاتورية وشهداء الحركة القومية الكردية وشهداء حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية وشهداء قواتنا المسلحة جيشا وشرطة وحشدا وبيشمركة وجهات مكافحة الإرهاب. وسلاما على الزعيم الوطني الكبير مان جلال الطلباني والشهيدين الصدرين وشهيد المحراب الخالد وعزيز العراق. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد عمار حكيم. زوجة زوجك Barzana estaba una vez que llegado a salud y que tiene llamamiento bastante de la بناوی خوای گەورە و مهرەبان برای بەڕێزم سەماحەتی سەید عومار حەکیم سەرۆشی ڕەوتی لەژنەی نیشتیمانی وهروەها برای بەڕێزم جەنابی کاکمەری سەید عەلی ئامادەبوانی بەڕێز ئەمڕۆ لە ساڵیانی بۆنێژی خەمناکە ئێمەی باوەڕداران بە عێراقێکی نوێ کۆبووینەتەوە تا پێکەوە یادی ئەستێرەیەکی درەوشاوەی ناومێژووی شۆڕشی گەلانی عێراق بەرز ڕابگرین کە ژیانی خۆی بۆ ڕۆشنکردنەوەی ڕێگەی بە نیشتیمانی برایەتی فرەیی دیموکراسی عێراقی دوای ژن و دیکتاتۆریەت و سەرکوتکاری عێراقی هاوبەشی شەراکەت و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە تەرخان کرد. ئەم ڕۆژانە 18 ساڵ لەسەر سیلۆر و شەیدکردنی ئایەتوڵای عوزمان سەید محەممەد باقر حەکیم تێدەپەڕێت. بەڵام خاڵیبوونی جێگەکەی لە کایەی ئاینی و سیاسی و نیشتیمانی وڵاتەکەدا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرجەستەتر دەبێت. ئەم ڕۆژانە وڵاتەکەمان لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە حەکیمی عێراقە لە ساڕێژکردنی برینەکانیدا. ئایەتوڵا سەید محەممەد باقر حەکیم و بنەماڵە تێکۆشەرەکەی پێگەی گەورەیان هەیە لە موژوی عێراق و مافیان هەیە بەسەر هەمووانەوە. ئایەتوڵا عوزمان سەید مۆحسین حەکیم خاوەنی تۆمارێکە لە بڕیار و هەڵوێستی مێژووی تا لە ژیاندا بە فەتوای حرامکردنی ڕشتنی خوێنی کورد بەدەستی برا عێراقیەکانی ڕوبەڕووبوونەوەی بینی پەرگیری تایەفی لە گوتارەکانی و خەباتکردن بۆ ڕزگاری و سەربەخۆی نیشتیمانی بە کردارەکانی ناسنامەی بوون و پاش خۆی کوڕەکانی ڕێگەی سەخت و پڕقوربانیدانیان گرتە بەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و دژی ڕژێمی دیکتاتۆر. سەید عەبدولعەزیز حەکیم شامەشانی ئایەتوڵای شەهید دەروازەی نوێ بوو بۆ ئاشتایەتی و پتەوبوونی پەیوەندیەکانی نێوان کورد و یەکێتی و ئەم لەماڵە تێکۆشەرە. لەو ڕۆژگارەوە دۆستایەتی و پەیوەندیە مێژوویەکانی سەرۆکی کۆرسبدوومان جەنابی مانجەلال لەگەڵ خانەوادەی عەبدولحەکیم بوون بە بناغە و شاڕەی چەسپاو بۆ پەیوەندی برایانە و بەهێز لە نێوان گەلەکەمان و هەردوولاندا. ئێمە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەرگیز هەڵوێستە نیشتیمانیەکانی عەبدولحەکیم لە یاد ناکەین و دڵنیاین کە ڕەوتی حکمەی نیشتیمانیش بەسەر پەرشتی و ڕابەرایەتی سەماحەتی سەید عومار حەکیم پارێزەری خواستەکانی گەلەکەمان و شۆڕشی هیوای گەنجان و ئازادیخوازانی عێراقی نوێیە و لەسەر هەمان شاڕەی مەزنی پێشینەکانی بەردەوام دەبێت. ئەم سەرکردایەتی نوێیی یەکێتیش هەڵگری هەمان ڕێبازی مانجەلال و باوەڕدارە بە هاوڵاتیبوون لە چوارچێوەی عێراقێکی نوێدا. بەمەش ئەم پەیوەندیە دێرینە و مێژوویە پتەوتر لە جاران لە پێناو چاکەی گشتی و خزمەتکردنی گەلانی عێراقدا بەردەوام دەبێت. ئێمە بەشێکی لە عێراقا پێمان وایە دەبێت بەشێکی بین لە بنیاددانی بۆیە لەگەڵ هەموو هێزە نیشتیمانیەکان لەسەر و هەموو شیانەوە لەگەڵ سەییدی حەکیم
لە خەباتی هاوبەش بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵنگاریەکانی بەردەوام دەبین. پێکەوە لە ئاڵنگاریە خەلیجەکان بەردەممان ئەمڕۆ لە عێراقدا مەسەلەی موازنە و بودجە و پشتی هەرێم و موچەی موچەخۆرانی خەڵکی کوردستان، یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە نیگەرانیەوە لە لێکۆڵینەکانی هەر هەوڵێک بۆ پەکخستنی ڕێککەوتن و بێبەشکردنی موچەخۆرانی کورد لە مافە ئینسانی و نیشتیمانی و دەستوریەکانی دەڕوانێت. بۆیە لەم کاتە هەستیارەدا هەموو ئومێدمان بە دڵسۆزان و کەسی وەکو جەنابی سەید عەممارە کە ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی ببینێت لە چارەسەرکردنیدا. ئەمڕۆ کە سەید عەممار لەم شارەیە و سلێمانی شاری قوربانیدانە، هەزاران شەهیدی بۆ ڕۆخاندنی دیکتاتۆر بەخشیوە کە سوکاری شەهیدەکان چاویان لەوەیە. هاوپەیمانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و گەلەکەمان لە بەغدا بە شێوەیەکی دادپەروەرانە پشت و پێگەی هەرێم و خەڵکی کوردستان لە ناو بودجە و زامن بکەن و مافە دەستوریەکانی گەلەکەمان لە عێراقی نوێدا بپارێزن کە بەرهەمی دوێنی شەهیدەکانمانە. داواکاری شەقام کۆمشاندارەکانی پشتین بۆ چاکسازی و هەڵبژاردنی پێشبڕکێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ نوێکردنەوەی پرۆسەی سیاسی و بێنە لەدی و دۆخێک بێتە ئاراکە هەڵبژاردن بە ئازادانە و دوور لە گوتاری چەک و گوشاری تیرۆر و تۆقاندن، دوور لە دەستێوەردان پەیڕەو بکرێت. لە کۆتاییدا بەڵێنی پات دەکەینەوە کە هەمیشە قوربانیدانەکانی ئایەتوڵای ڕەحمان سەید باقر الحەکیم دۆستایەتیەکانی لەگەڵ گەلەکەمان و مانی خۆشکردومان بیر و باوەڕەکانی بۆ پێکەوە ژیان و شەراکەتی نیشتیمانی و بەشداری ڕاستەقینە بە بەرزی ڕادەکەین. نەمری هەمیشەی بۆ شەهیدی نەفرا ڕۆژێک ڕایسەیدانی ڕزگاری و نیشتیمانی. زۆر سپاس بۆ بەڕێز لاهور شەمشەیدی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئێستا داوا بەڕێز دکتۆر هەواڵوەکەی ئارزای سلێمانەکەی بفەرمێ بۆ پێشکەشکردنی تێرە. بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان، بەناوی پارێزگای سلێمانیەوە ڕۆژی شەهیدی عێراق بەرزڕا دەگرین. بەخێرهاتنی بەڕێز عەممار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانیەکەین. ئومێد دەکەین کە لە ڕابردووە بەیەکەوە لە یەک سەنگەرە دژی دیکتاتۆریەت و داعش جەنگاوی خوێنی ئەم میلەتە تێکەڵاو بووە. لە ئێستاشا کە پرۆسەی بنیاددانەوە و پەرەپێدان و بوژانەوە لە عێراقا جێبەجێ دێ، پێویستە هەمومان لەو سەنگەرەیە بمێنینەوە بۆەوەی عێراقێک لەسەر زەمای مافی هاوڵاتی بوون و دەوڵەتی یاسا و یاسا سەروەری و لەژێر چەتری دەستورە زامن بکەین و هەموو کێشە وەساوەکانی نێوان هەولێر و بەغا چارەسەر بکەین. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم محافظة السليمانية نرحب بالأخ العزيز والضيف الكريم السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية، والسيد عمر سيحلي المنظم العام لحركة التغيير، والسيد داوود شرجنجي رئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وممثلين جميع الكتل النيابية والبرلمانية ومجلس المحافظة السليمانية والمؤسسات الحكومية والأحزاب والتيارات السياسية والمدنية والدينية في كردستان والعراق. نرحب بكم جميعا في محافظة السليمانية في مدينة الناهضة النابضة، مدينة السلم والمحبة والتسامح والتعايش والتضامن والتآلف، في وقت الذي ننعى ونواسي الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحرية والمبادئ الإنسانية السامية وتحرير من الظلم والاستبداد والدكتاتورية. نبارك ونقدر ونثمن التضحيات الباسلة
لشهدائنا الكرماء في عموم أنحاء العراق وإقليم كردستان، ومنهم أمثال قدوتهم الفاضلة الحسنة شيد الإخراج سيد محمد باقر الحكيم. أتمنى أن يكون اليوم الشهيد العراقي يوما لجمع شملنا جميعا، ويوما لتجاوز خلافاتنا واختلافاتنا، وخاصة وكلنا في العراق وإقليم كردستان مرهونون بتاريخ مشترك حافل وخندق واحد، وقد تجمع شهداؤنا واختلطت دماؤنا في مواجهة الدكتاتورية والدواعش والاتجاهات الإرهابية الأخرى. لذا وفي هذه المناسبة الكريمة أناشد جميع الأطراف العراقية أن يكونوا في صف واحد لتجسيد المواطنة الحقيقية وسيادة القانون وبناء المتين لدولة القانون وتثبيت السلام والعدالة وإنهاء كل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. إن ضبط الأمن والاستقرار يخدم البلد ويوفر حياة آمنة كريمة لمواطنين الشرفاء. أدعو الله عز وجل أن يجعل البلد آمنا مطمئنا، وأن يحفظ أهله من كل فساد وبلاء وسوء إدارة، لكي يطمئن شهداؤنا الأفاضل بأن دماءهم ما كانت تسيل هباء، بل تبنى بها بناء الوطن والشعب داعيه الجماجم والدم، وإن تحطمت الدنيا فلا يتحطم. نحن لا ننسى الفتاوى والمواقف الدينية السمحة والإنسانية النبيلة والوطنية المشرفة التي أفتى بها سيد محسن الحكيم بتجريم قتل وإبادة شعبنا الكردي في زمن النظام البائد، والمواقف الوطنية من لدى السادة السيد محمد باقر الحكيم وسيد عبد العزيز الحكيم، وعلاقاتهم بالحركة التحررية الكردستانية، وخاصة بالأجلاء السادة مع جلال ونوشوان مصطفى والسيد مسعود البرزاني والقادة المخضرمين والقادة الجدد. ولا ننسى أبدا مشاركة السيد عمار الحكيم في مراسيم تأديب السيد نوشوان مصطفى، تشيع ونادى مناديا: نامل نامل، خالد خالد. ونحن نقول اليوم: الشهداء خالدون، نامل نامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sospas Dr. Amal Perpansai Sleman. Barizan Komonelan Kesati Ashirat Terusri Makannya Adwa Sospas Komonelan Terusri Makani Makani Kerasin Slemani Bezutui Ashirwazan Kurdistan Bezutui Sosialistik Kurdistan Terusri Makani Sarau Ashiratan Kurdistan Bezutui Ashirwazan Kurdistan Santri Roshanji Quran Parti Demokrat Kurdistan Malbani Siyasi Malbani Roshanji Komalati Muslimin Slemani Permanent Kurdistan Lagaw Shanji Misali Lani Kurdistan Estas dawa Lahres Naks Osanyari Kuri Antalakin Fermelo Kandui Shantuper Lahamrawe Kandui Muslim لوجي شهيدان عراق كردستان وابو كسكاري شهيدان الانفال كاوان كردستان وسري الرزق نوازجا دنگين لا في روح باقو بيقلبي سرجم شهيدان كردستان وعراق بيجاوازي زمان آين نتوى. إذا أرض لم يكن شامخا والصامدا يتفتت تحت الأقدام الغزر. إذا وطن لن يسأل عليه الدماء أبناء كيف يستطيع أن يخطط للاستقلال المستقبل. شوار بيتوان غدري نبلوه غدري نبلوه أنفال سامي قدر أنفال آثاري نتوي شوار بيتوان روج شهيدون
ڕۆژی زیندە بەتاڵ بێ جیاوازی گەورە و بچووک و منداڵ ئەنبال ناسنامەی وڵاتێکی کاولکراو ڕووخانی 5,000 دوود و شاخ و باخ و مێر و کاریاب ئەنبال ئێشێکی ژیان سەکات مانەوەی هەزاران هەزار کەسی بەدبەخت لەوانە باوکی بێڕۆڵە و ڕۆڵەی بێباوک دایکی بێ منداڵ و منداڵی بێدایک خوشکی بێ برا و برای بێ خوشک مێردی بێ خێزان و خێزانی بێ بێر ئەمە تاوانە و ئەمە ئازارە ئەمە ئەشکەنجەی گەلێ هەژارە ئەو گەلێکەوە تاوانی نەبوو بە تەنها و تەنها بێکەس و کورد و ئەو گەلێکەوە تاوانی نەبوو بە تەنها و تەنها بێکەس و کورد و دەوەرن ئەی گەل با هەموو یەکبین نەبین بە قوربان ڕق و ئین و ئین لە بیرمان نەچێ ئەم کارە سادە ئەنبال ناسنامەی گەلێوە بەڕێزان خۆشەویستان دووبارە خێراتتانەکەی سوپاس بۆ ئامادەبوونتان لێرە ئاوا شێوەیەکی لەم کۆتایی ڕاستەوەکە دووبارە بەخێر